أما بزراعة الكفاف إنها الفلاحة التي تعتمد الاكتفاء الذاتي. الفلاحون الصغار هنا بمنطقة إدونزال بترودنت يعتمدون هذا النوع من الزراعة لسد رمقهم ولتوفير قوت لعائلاتهم. كنا نظن أن مشاهد المحراث التقليدي لم يعد لها وجود إلا في قصص الأطفال، إلا أن الفلاحة المعيشية لا زالت النشاط الوحيد لساكنة هذه المنطقة. أوضاع الفلاحين بهذه المنطقة مزرية للغاية. نحن في حاجة ماسة إلى دعم أكبر. لابد من الكد لضمان معيشة وقوت للأطفال، والله هو المعين. إلى جماعة تندين، واحدة من أفقر الجماعات القروية بإقليم ترودنت، دوار إيغرنوال كان يضم أزيد من 200 شخص. اليوم لا يتعدى عدد الساكنة أصابع اليد الواحدة. الكل هاجر لغياب موارد الرزق الكافية ولتردي أوضاع الفلاحة المعيشية. لا نتوفر على إمكانيات لتطوير الفلاحة بالمنطقة، حتى الماشية تضررت بالجفاف وقلة المياه. شكون الجفافات دوما اغلبيه ديال 70% ديال الناس ديال الدوار كلهم هاجروا منهم نيت انا نيت. السبب هو ديال هاد الطرق اللي ما كاينينش والجفاف، الماء ما كاينش. نحن عندنا دوار معزول بشكل مطلق، يعني انه معزل وما عندناش الطريق وما عندناش الماء وما عندناش بزاف د الامور في المنطقه، لدرجه انه هاد الاشكالات ساهمت في الهجره ديال الناس، يعني انه حتى دابا انه صعيب الانسان يبقى في الدوار. ترتبط أحوال المعيش اليومي لصغار الفلاحين بدواوير ترودنت بأحوال الطقس والتساقطات المطرية. الهجرة بعيدا عن هذه الأوضاع يبقى الحل الأخير أمام غياب دعم حقيقي لساكنة العالم القروي.